السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا اللايك الحلو وتشيروا الفيديوهات لحبايبكم كده، ويا ريت تشتركوا في القناة عشان أنا شايفة مفيش أي اشتراكات جديدة. يا ريت كده نشد حيلنا شوية كده على القناة وما نشاهدش من غير أي اشتراك. يا ريت كده تشتركي، يعني طالما شاهدت الفيديو ولسه ما اشتركتيش اشتركي في القناة وفرحيني. طبعا النهارده هبدأ معاكم الغدا، بس قبل الغدا هوريكم شوية حاجات جبتها يعني وانا ايه رايحة اجيب حاجة الغدا. يعني اول البداية جبت برتقان الصيفي طلع يعني موجود في السوق كده. جبت الكيلو كان عامل 15 جنيه. ده حلو، ده في العصاير، يعني لو هتعملوا منه عصير جزر وبرتقان، تعملوا كوكا بالبرتقان برضو يبقى حلو، يعني ده بيبقى حلو في العصاير ده. ده دول 4 كيلو، الكيلو كان عامل 15 جنيه. وبرضه حلو لما تخزنيه مع جزر، تسلق الجزر كده وتقشر البرتقان وتحطه في التلاجة كده في الصيف، يعني بيحب العصاير كده، من نوع من انواع ايه العصاير يعني. دول الكيلو كان عامل 15، دول 4 كيلو يعني. طبعا ايه بوريكم الحاجات اللي انا بجيبها على طول، بشارككم يومي يعني كل حاجة بعملها بشارككم معايا. وده برتقان سكري، اسمه سكري، هو برتقان نوع سكري. انا عندي اللي بيحب البرتقان النوعية دي، وعندي اللي بيحب ده اسمه برتقان سكري، يعني بيبقى سكري هو كده. بس ده جبت منه بس 2 كيلو، عشان ايه مش كل اللي بيحب البرتقان السكري يعني. برضو بنفس السعر، بس انا جبت 2 كيلو، انما ده جبت 4 كيلو. وجبت جوافة برضو، لقيت جوافة حلوة كده وريحتها حلوة، عجبتني ريحتها كده، ريحتها شدتني كده يعني. دي جوافة بلدي كانت عاملة 20 جنيه، جبت 2 كيلو بس، يعني ما كترتش، هو 2 كيلو بس. وكمان لقيت كمان في السوق ورق عنب. طبعا ورق عنب مال السوق دلوقتي، يعني حاولي كده الحقي خزني قبل ما يخلص من السوق. يعني انا ما كترتش، انا جبت نص كيلو بس، قلت اجربه الاول وبعد كده بجيب شويه تاني اخزنهم. يعني انا دايما بخزن ورق عنب. الكيلو كان عامل 40 جنيه، جبت نص كيلو ب20. بس حسبه ده مش ورق عنب بناتي، ده البلدي ده. وفي نوع تاني بناتي بس كان غالي، كان غالي اغلى من ده، كان الكيلو عامل منه 80، انما ده الكيلو عامل 40. هما ده الحاجات. وجبت كمان، لا مش كده، هما في حاجات. المهم اللي انا كنت نازله عشانه الفراخ البلدي. حبيت النهارده نغير كده عن الفراخ البيضه، انتوا طبعا عارفين كل يوم فراخ بيضه كده والحاجات دي. قلت النهارده نغير نجيب فراخ بلدي. جبت فرختين، الفرخه كانت عامله كيلو ونص، يعني ما جبتهاش كبيره، يعني جبتها صغيره كده عشان تبقى طعمها حلو. وهي الصغيره اللي زي دي هي اللي بتتحشي، يعني تحشيها فريك، تحشيها رز، الحشوه اللي تحبيها يعني. جبت الفرختين، الفرخه بقول لكم كانت عامله كيلو ونص، يعني دول كانوا عاملين 3 كيلو. الكيلو كان عامل 125 جنيه، بس بلدي يعني بلدي. يا ريت تكتبوا لي كده الاسعار زيكم عندكم ولا لا، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وتكتبوا لي كده، شجعوني في الكومنتات كده، اكتبوا لي حاجات حلوه كده في الكومنتات. مفيش الا كومنت او 2 بس، او 3 كومنتات بس هم اللي بيكتبوا لي. شجعوني كده بالكومنتات واللايك والاشتراك. هما الحاجات دي اللي جبتها، انا نزلت جبتها من السوق، ما بجيبش ايه الا الحاجه اللي انا لازماني بس، كل ما عاوز حاجه انزل السوق اجيبها يعني. كملوا معايا الفيديو، هعمل الغدا ان شاء الله معاكم. طبعا انا الفراخ دي غسلتها ونقعتها، ايه هحشيها النهارده فريك. حطيت له، غسلته ميه سخنه وحطيت له سمنه، معلقه سمنه بلدي، وحطيت له فلفل اسود وملح، بس هو ده اللي بعمله في الفريك. بقول لكم الفراخ دي هاتيها فراخ صغيره عشان تبقى حلوه معاكي في الحشوه. احشيها كده بيبقى طعم الفريك حلو فيها، بس اهم شيء الفريك تجيبيه من حد مضمون. لو ما جبتيش من حد مضمون هيبقى طعمه مش حلو معاكي. انما الفريك لو جبتيه من حد مش ضمناه هيقلب معاكي طعم القمحة كده، مش هيبقى حلو يعني. هو خلاص الفريك خلاص الايام دي، يعني كده على شهر 4، اخر 4 كده او 5، هو ده الفراخ اللي تجيبيه، يعني تبقى ضامنة ان هو ده ايام الفريك قبل ما يبقى قمحاية يعني. ما بحبش اجيبه من عند العطار خالص يعني. جربت اجيبه لقيته مش حلو، قلت لا خليني ايه في اللي ما جنبنا على طول وضامنينها يعني. احنا طبعا بنحب الفريك، بحب من الفرخة على الاخر كده عشان ايه بنحبه يعني. ده كمان في ناس بتعمل الفريك ده رز، يعني تعمل رز كده تحمره تعمله بالشوربة وتطيبه كده وتاكله زي الرز، يعني من كتر حبها فيه ما بتعملش رز، بتعمله فريك. ايه كتفتها عشان الفريك ما يطلعش منها. وزيادة التأكيد احط ايه، ادخل بس كده سن الكبدة كده، بس سنة منه كده عشان ايه ما تطلعش الفريك منها يعني. ما تدخليهاش كلها، دخلي سنه صغيره منها بس عشان ايه تقفلها من هنا ما تطلعش الفريك.
طبعا ايه لقيت الفرخه كبيره بسم الله ما شاء الله يعني، ايه قسمتها يعني مش هعملها كلها. الفرخه التانية قسمت نصها، هعمل نصها والباقي ايه هسيبه طبعا. بس هعمل ايه الكبده والقنصه دي برضو هعملها ايه، خلي النص ده يبقى نجيب عليه فرخه تاني ان شاء الله ونعملهم. انما دول كده هعملهم النهارده في الغدا، هو مش بالكميه يعني الحمد لله ده هيكفينا وزياده كمان. طبعا حطيت ميه تسخن، احطه فيه ايه طماطمايه، بحب احط طماطمايه كده لو ايه طماطم هي غاليه، بس انا احب برضه احط طماطمايه كده تدي لون حلو للشوربه. ما بحطش احط فلفل اسود، بحب طماطم. ولو عندك جزر حطي برضه ورق لورا، بس الا فلفل اسود بيخلي الشوربه لونها تغمق معايا، ما بحبوش يعني. بس استنى بس لما الميه تغلي واسقط فلفل عادي. سقط الفراخ بعد ما سخنت ايه بسم الله ما شاء الله يعني كبار. حسيت فرخه ونص يعني كبيرة عليها الحلة، بس ايه نحطها كده. نحط طبعا الحاجات دي بنحب نتاكل يعني وكده. هي صغيرة مش كبيرة يعني هتستوي بسرعة. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تشتركوا وتعملوا اللايك والكومنت يعني. ما تجتهدونيش من غير اشتراك يعني، فضلا وليس امرا. فرحوني كده بالاشتراك عشان القناة تكبر يعني كده، عشان انا كل ما اشوف كل كام يوم اشتراك واحد يعني. حاولوا كده تشتركوا يعني. لو انت مثلا اول مرة تشاهديني ولسه ما اشتركتيش اشتركوا وفرحيني، عشان انا بشوف مشاهدات كتيرة واشتراكات مش قليلة يعني. اشتركوا كده عشان ان شاء الله القناة تكبر كده وتحقق الشروط بتاعتها يعني، فضلا وليس امرا. طبعا حطيت الفراخ تتسلق، اتسلقت وكل حاجة. عملت ايه حمرت رز زي ما انتم متعودين معايا يعني. بحمر الرز، ما انا ما بحبش اعمل الرز محمر. وهعمل ملوخيه، اكل تقليدي بس احنا بنحب يعني. احنا اكتر اكلنا الاكل التقليدي، ما بنحبش الاكلات السريعه يعني. اكتر حاجه الاكل التقليدي بالنسبه لنا يعني. هنا طبعا الملوخيه دي زي ما بقول لكم ملوخيه ناشفه. احنا برضو من الناس اللي تفضل الاكل الملوخيه الناشفه، ما بنمناش قوي في الملوخيه الخضراء يعني. لان احب اجيبها وانشفها واعملها هنا يعني. او لو ما قدرتش على الموضوع ده بجيب برضو من حد مضمون زي الفريك يعني. الملوخية والفريك لازم تجيبيهم من حد مضمون، عشان لو ما جبتهمش من حد مضمون ممكن الملوخية دي تبقى غشينها كلها قش وما تبقاش حلوة يعني. طبعا هنا طشة الملوخية. في ناس كمان بتعمل الملوخية تعمل الطش الأول وبعد كده ترجع تعمل عليها الملوخية. أنا لا، أنا أعمل الملوخية بعد كده هطشها بالثوم يعني. قولوا لي كده في الكومنتات بتعملوا ايه الأول يعني، بلاش تشاهدوني كده في صمت وانا بقول كده وبرضه محدش بيكتب. هنا طبعا كنت الفراخ استوت، هي ما خدتش وقت في السوا يعني. هي بقول لكم صغيرة ومستوت بسرعة. بسم الله ما شاء الله، كان طعمها زي السكر يعني. اه زي ما شايفين لونها دهب وحلو. طبعا كان عندي ليمون حطيته وملوخيه ورز، وكان عندي برضو عيش حطيته، بس ما كنت لسه ما هنا ما حطيتش العيش يعني. لو حب حد ياكل عيش كده برضو حطيته. اكل سريع كده وخفيف وسهل يعني. بقول لكم انا كنت بره ولما الوقت كان معايا كده، بس والله ما كملش ساعتين الاكل عقبال ما استوى وخلصت كل حاجه يعني. بتنظيف بكل حاجه ما كملش معايا ساعتين. وكان اكل طعمه حلو يعني وبالهنا والشفا والحمد لله. هنا طبعا بعد الغدا وخلصنا يعني الغدا وارتحت شويه، قالوا عاوزين النهارده مهلبيه. بس النهارده مهلبيه مختلف عن اي مهلبيه شفتوها معايا قبل كده. النهارده هعمل مهلبيه بس في الفرن. طبعا مهلبيه زي المهلبيه دي نفس الرز ونفس كل حاجه، بس الاختلاف بتاعها السمك يعني. السمك بتاعها يبقى اتخن شويه، انما المهلبيه اللي في الطبق سمكها يبقى خفيف شويه، انما اللي في الصينيه تتقليها شويه بس ما تتقليهاش قوي. انت هتشوفوا سمكها معايا بس امشي واحده واحده كده وما تسرعش الفيديو، وانت هتشوفوا سمك اللي انا عايزاه يعني. هنا طبعا لسه كانت لسه ما بتستوي. طبعا كل ما هتغلي معاكي كل ما هتديكي قوام احسن يعني. طبعا لازم تخليها تستوي عشان الرز اللي فيها يعني. في ناس تعمل مهلبيه بالنشا، لا انا ما جربتهاش ام نشا دي. انا احب اعمل مهلبيه يعني مهلبيه رز. ما جربتهاش ام نشا دي. شايفين هنا ولسه كمان كانت بتستوي اكتر يعني. هنا كانت خلاص استوت وكل حاجه. طبعا ايه تجيبي صينيه بس على حد اللي انت عاملاه يعني. تجيبي صينيه بس اهم شيء تدهنيها سمنه بلدي. مهلبيه يعني لازم سمنه بلدي. تدهني الصينيه سمنه بلدي. شايفين سمكها ده السمك المظبوط عشان تعمل معاكي. وبعد كده تدهني وشها برضو سمنه بلدي. لازم تدهني الصينيه بسمنه بلدي وتدهني بوشها سمنه بلدي، بس ما تكتريش يعني عشان تديك اللون الذهبي الحلو.
وهتشوفوها كمان لما تطلع من فرنها، شايفين زي البسبوسه بالظبط، كانك عامله صينيه بسبوسه. جربوها، ويا ريت كمان تحطوا قبل ما تستوي فيها كده جوز هند او اي نوع مكسرات، بس انا للاسف كان ما عنديش، دي بيديكي طعم احلى كمان. ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا اللايك، ومع السلامه.